السلام عليكم ورحمة الله. تعالي يا ست الكل بقى جربي معانا رولات البيتزا من غير عجن ولا فرد، وفي 10 دقايق هتعمليها. أحلى وجبة خفيفة بسيطة تحفة، مش هتاخد معاكي وقت ولا مجهود. معانا نص فرخة مغسلاها كويس ومصفياها من المية، وهنقطعها مكعبات زي ما انتوا شايفين كده، مكعبات وسط. وعلى البوتاجاز بقى بجيب المقلاية وانزل بمعلقة من السمنة، واول ما تسخن بنزل بالفراخ واسيبها تاخد صدمة كده، واول ما لونها هيغير زي ما انتوا شايفين بنزل عليها بصلاية متقطعة صغير واقلبهم كويس. واول ما البصلاية بتدبل معايا بنزل عليها بشوية من الفلفل الالوان والخيار المخلل متقطع قطع صغيرة. بعد كده انزل بالتوابل: ملح، فلفل اسود، بهارات دجاج، 7 بهارات، رشه من القرفه، ورشه من الجنزبيل، ورشه من الزعتر المجفف، ومعلقتين كبار من دبس الرمان بيديها مزازه كده وطعمها حلو. وفي بوله بقى بجيب نص كوبايه من السمن وكوبايه من الزبادي، وارش عليهم رشه من الملح، رشه من السكر، ورشه بسيطه كده من البيكنج باودر. وكل رول هياخد معانا 4 ورقات، بدهن كل ورقه لوحديها. وبعد كده بحط بقى الحشوه بتاعتي وعليها موتزاريلا وبلفها زي ما انتم شايفين. عمل معايا الكميه ديت. رشيت الوش ببقيه الخلطه اللي انا عاملاها، وشويه جبنه موتزاريلا على شرايح زيتون، وشوية من الفلفل الألوان، نعمل وش بيتزا كده جميل. ورشة من الزعتر بيديها ريحة وطعم حلو. وعلى فرن بقى متولع على درجة حرارة 200. وطلعت بالقمر بقى والجمال اللي انتوا شايفينه، ولا أجمل ولا أسهل ولا أبسط من كده. تنفع معاكي في غدا، تنفع معاكي في فطار، تنفع معاكي في عشاء، في رحلات، في اللانش بوكس مع الولاد، مع بقى شوية بطاطس صغننين كده اهوت محمرين، وتقدميها وبالهنا والشفا.